سلام حبيباتي ومرحبا بكم في قناتكم وصفات اقتصادية مع أم سيلين. أول شي صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واللهم ارحم أمي وارحم جميع موتى المسلمين. جيتكم اليوم خبز الدار سائل خفيف ريجة بمقادير مضبوطة للمبتدئات. جربيه وعينيك مغمضين، ما كاش اللي ما راحش تنجح فيها، وصفة ناجحة مليار بالمية. الوصفة هذه إذا جربتوها راح تولي لكم إدمان وراح تولي محتمدة عندكم، توالم بزاف مع القهوة في بلاصة الكاطو تقولوا عليها مسكوتشو، لأنه الخبز هذا راح يجيكم كيما القطن وبزاف بنين. إن شاء الله تجربوها وتبارطاجوا الوصفة اللي تعم الفائدة. برك البنات ما تنساوش تخلوا لي جيم، واللي يشوف القناة أول مرة نقول له مرحبا بك في القناة، وما تنساش الجيم والاشتراك بالقناة. بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للوصفة والمقادير. اول حاجه درتها البنات في باسينه ولا في غيسيبيو، حطيت 2 كيسان حليب دافي وزدت لها حبه بيض كامله، مغرفه كبيره تاع خماره مع مغرفه كبيره تاع سكر، و2 كيسان تاع السميد البنات لازم يكون رطب. البنات لازم يكون رطب، السميد هذاك اللي نخدموا به، اللي نطيبوا به الكسره عادي. ومن بعد ضربته مليح بالبغا ميكسور، ضربوا الخليط تاعنا حتى يمتزجوا لنا كامل المكونات. واذا عندكم الاشواط تقدروا تمكسوا فيه عادي. ومن بعد زدت لها مغرفه صغيره تاع ملح و2 كيسان تاع فرينه. الكيله البنات دائما الكيله اللي تخدموا بها تكملوا بها كامل المقادير، سمعتوني البنات. وزدت معها 4 كاس تاع زيت. هنا الفرينه البنات من الاحسن تغربلوها هكا باه نضمنوا ما يجوناش فيها هذاك التكتلات، كي نخلطوا العجينه تاعنا ما يجيناش تكتلات. كما قلت لكم صفيت هذيك الفرينه تاعي وزدت لها 4 كاس تاع زيت. انا هنا البنات تعمدت كيلت كامل المقادير بالكاس هكا باه لي جام يخرج لها الخبز يخرج معاها. وانا البنات كما شفتوني خلطت كامل المكونات بالخلاط اليدوي، ومن بعد هبط كامل هذيك العجينه اللي في الحواف البنات هكا باه نضمنوا العجينه تاعنا كي تخمر لنا ما تيبسلناش هذاك اللي في الطرف تجينا يابسه، ديروا لنا هذوك التكتلات في العجينه. ودهنت السطح تاع العجينه تاعي بالزيت هكا باه العجينه تاعنا ما تلصقناش، سمعتوني البنات. ومن بعد انا واش درت، خليتها خمرت حوالي نص ساعه والعجينه تاعنا تكون واجده. شوفوا الشكل تاعها تجيكم بزاف خفيفه. البغا ميكسور يساعدكم بزاف البنات علاه يذوبنا كامل هذوك الحبيبات تاع السميد. ومن بعد البنات انا واش درت، جبت سنيوه ولا البلاطو اللي يدخل للفرن دهنته كامل بالزيت ودهنت له الحواف تاعو هكا باه نضمن الخبز تاعنا ما يسقناش في البلاطو ولا في السنيوه. كما تقدروا ديروا ورق الطهي وتزيدوا له الزيت اللي تشك في الورق الطهي تاعها بلي اللي سقلها تدهنوا بالزيت بعد تفرغ عليه العجينه تاعها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد درت شويه تاع زيت، ومن بعد درت شويه زيت في يدي هكا باه نضمن العجينه تاعنا ما تلصقناش في يدينا. ومشيتها كامل في السنيوه، ولازم السطح يكون مستوي باه ما يجيناش جهه طالعه على جهه. واذا بغيتوا الخبز تاعكم يجيكم طالع تقدروا تصغروا سنيوه، تاعكم. واذا ما عندكمش سنيوه كبيره تقدروا تقسموا العجينه في 2 سنيوات. ومن بعد هنا دهنتها بصفار بيض. للامانه البنات انا درت بيضه كامله بلا اضافه، تقدروا تزيدوا لها مغرفه صغيره، تقدروا تزيدوا لها مغرفه حليب وقطرات برك وقطرات برك تاع الخل باه ينحي لنا ريحه البيض. ورشيت عليها سانوج مخلط مع حبه الحلاوه والجلجلان، كما تقدروا تزيدوا معها زريعه البسباس. وغطيتها وخليتها تخمر حوالي 10 دقائق. كي ترفدوا السنيوه تاعكم تحسوا الخبز تاعكم ينهز، طيبتها في فرن ولا في كوشه اللي سخنتها من قبل، شعلت عليها من تحت على نار متوسطه. كي شفت الحواش حمار والبيض اللي من فوق نشفناه هكا نعرفوا بلي الخبز تاعنا طاب من تحت ودنا تحميره شابه. هنايا طفوا عليها من تحت وشعلت عليها من فوق حتى دات لي هذا اللون الذهبي وطفيت عليها. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتدعوا لي بالخير، لانه راح تولي لكم ادمان. وصفه ناجحه من اول مره، اللي جامي جربت الخبز واللي ما ينجحش معاها الخبز تجرب هذه الوصفه وردي لي الخبر. وصلنا لنهايه الفيديو، مقالي غير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب للفيديو. والسلام عليكم.